والذي يقع في زماننا هذا من ما يتعلق بهذا الباب، الانتقاص بالعلماء والإزراء بهم والإساءة إليهم، أمر لم يقع فيما أحسب والله تعالى أعلم في أي زمان سبق، لم يقع مثله في أي زمان سبق في زماننا هذا. والسبب في ذلك الوسائل الحديثة. الآن عندما يجلس إنسانا في أمام هذه الأجهزة ويكتب وقيعة في عالم ثم يضغط زرا في جهازه تصل الدنيا كلها، هذا ما كان موجود، هذا ما كان موجودا في الزمن، أو في لحظة واحد يصل الدنيا كلها. وفي الزمان السابق من يتكلم يعرف بتتبع منبع، أما الآن يكتب ولا يدرى منه، لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ولد جرأة عظيمة عند كثير من السفلة والأراذل والسيئين، يكتب ولا يبالي، يكتب ولا يبالي، يضع في هذه الأجهزة سموم وشرا وطعنا في أهل العلم وذما لهم ووقيعة فيهم، ولا يرحمك الله ولا يبالي لأنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى، والخلق لا أحد يعلم به منهم. فهذه مصيبة عظيمة جدا، يعني وقع في زماننا في هذا الباب من الشر فيما أحسب ما وقع له نظير في الأزمنة السابقة.